موبايل معفي لكل شخص مره واحده. بعدها صدر بيان وزاره الماليه ان هو معفي لفتره انتقاليه 3 شهور. الجزئيه دي يعني اثارت برضو بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فاحنا عايزين تعليق على فتره انتقاليه لمده 3 شهور. تاني انا قلت الفتره الانتقاليه احنا بنراقب عدم وجود اي استخدام. تاني، هدف الدوله المصريه ليس فرض او المضايقه على مواطن مصري سواء يعمل بالخارج او سافر في فتره اجازه وراجع جايب تليفون معاه. الدوله المصريه لن تفرض ولم تفرض رسوم على هذه النوعيه من المواطنين. سؤال تاني، احنا متفاهمين ان القرار هو لتشجيع الصناعه المحليه. المواطن كان بيضحي بالضمان والتصنيع الحاجه اللي هي بتتباع من الوكلاء في مصر عشان فرق السعر اللي هو بيجيبه من الخارج. فهل في اي وسيله لوضع اطار تنظيمي للمصانع اللي بتصنع محليا ان يكون سعرها تنافسي او مقارب للاسعار اللي موجوده في الخارج، بحيث انه ما يبقاش فيه الفرق ده الكبير؟ دخلنا